فهذه كانت فكرة العرض، إنه أنا كنت بحارب الفكرة هذه. خليني أقول لك إنه أنا ممكن ما وفقت في توصيل الرسالة، أو ممكن ما كنت واضح كفاية في توصيل الرسالة. لو حصل وأسأت بغير علم مني أنا فعلا آسف. أنا ما يشرفني إنه أنا أرضي جمهور على مشاعر ناس ثانية. أنت لو تلاحظ أنا في العرض قلت في شخص لما قلت إنه شخص استغرب مني إنه أنا رايح المغرب، قلت أيوة رايح المغرب، المغرب بلد مسلم وفيها مساجد، ليش مستغرب إنه أنا رايح المغرب؟ قلت إنه المغرب بلد حلوة. في صاحبي اللي قال إنه نام في الشارع وسرقوه كل شيء، قلت أبوي سيبك من سرقوه كل شيء، أنت نمت في الشارع ليش؟ كنت أقصد إنه لو حصل، هي قصة خرافية، هي نكتة، ولو حصل الغلط عليك إنه أنت نمت في الشارع. أنا يا جماعة والله ما بيشرفني، بالعكس إنه أنا عندي أصحاب كثير من المغرب، أنا أعز أصحابي أمه مغربية. أنا خليني ممكن ما أعرف الناس اللي في المغرب، بس ما بيرضيني ولا بيشرفني أغلط على أم صاحبي. أنا في النهاية ما قصدت والله الإساءة يا جماعة، وأتمنى أتمنى أتمنى أنكم تقبلوا اعتذاري، وأنا فعلا آسف، فعلا آسف. لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.